الحمد لله والشكر لله رب العالمين. باقي عدة أيام وجاء المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. خلاص الناس قد زينوا الشوارع كلها على قدر حاله والمحلات باقي حاجة واحدة، يعني إذا تشتوى الرسول صلى الله عليه وسلم يكيف على المولد النبوي الشريف هذا السنة. يعني الناس المبسوطين والمؤمنين الجداد والذي يعني معهم ما شاء الله سيولة سواء من الأموال العامة ولا الخاصة، ولا المهم إنه رزق من الله سبحانه وتعالى. لا تقرحوا في يوم المولد النبوي الشريف، ما عبش داعي. الرسول يغضب منكم لو تقرحوا. قرحوا بطون المساكين، سلا غذائية، هذا لجارك لصاحبك لصديقك لأخوك تمام قدو، علشان المسكين يكون ينتظر لهذا اليوم بفارغ الصبر. الدولة تنزل نص معاش لكل موظف، لكل مدرس، لكل أسرة شهيد، تكون هكذا تكون يعني تكون فرحة، يكون الناس ينتظروا لهذا المولد النبوي الشريف بالسراج. أما ترجعوا تقرحوا، الذي يقرح يوم المولد النبوي الشريف هذا يغضب الرسول ويغضبني أنا شخصيا عاد أغضب، لأنك كيف تقرح والشعب اليمني يعني بطونهم جاوعة خاوية على عروشها. فاتقوا الله في هذا اليوم، خلوا الناس يحسوا بالفرحة، وإنه بس لا تمكنوني قراح وزيان أخضر في المشمش. والله أن أنتم عاد تغضبوا الرسول، يعني نصيحة لوجه الله. الله يقدرنا على فعل الخير.